هاي، في الفيديو ده هتكلم عن شوية حاجات خلتني انتظم في الصلاة. طبعا ممكن اي حد بكل سهولة يقولي روحي مثلا اتحجبي الاول وبعد كده انتظمي في الصلاة. طبعا يعني منكرش ان الحجاب طبعا فرض زي ما الصلاة فرض، بس ما ينفعش ان مادام الواحد مثلا بيعمل ذنب معين سواء الذنب ده كبير او صغير ان هو يسيب الصلاة. على الاقل هو ستيل فاتح باب مع ربنا ان هو ممكن في يوم من الايام ربنا يهديه عن اي ذنب هو بيعمله سواء الذنب ده كبير او صغير. ففي الفيديو ده هتكلم عن شوية حاجات خلتني فعلا انتظم في الصلاة. اول حاجه كنت بعملها كنت بعمل الحركه بتاعتي ابتدائي كده ان انا اجيب ورقه واكتب عليها فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، واي صلاه بصليها بعمل عليها علامه صح. طبعا ساعات كنت اكون مش قادره او مكسله كنت بجبر نفسي اقوم عشان في نهايه الاسبوع الاقي الورقه كلها عليها علامه صح. طبعا مش ده الهدف اللي المفروض الواحد يقوم يصلي عشانه، ولكن كانت يعني زي حاجه كده بقوم اعملها عشان احفز نفسي ان انا اصلي عشان الصلاه تكون عاده عندي. تاني حاجة ان الحمد لله معظم الناس اللي حواليا بيصلوا، فده بيخليني ان انا حتى لو دلوقتي مكسلة او مش قادرة اقوم اصلي الشخص اللي معايا بيشجعني ان انا اقوم اصلي. تالت حاجة كنت بجيب كتب ان هي تحببني في الصلاة وتعرفني فضلها وتخليني من كتر ما انا بحبها استنى الاذان يأذن عشان اقوم اصلي. من اهم الكتب دي كتاب اسمه فاتتني صلاة. الكتاب ده فعلا يا جماعة اكتر من رائع، من كتاب فعلا اللي هيحببك في الصلاة جدا خصوصا صلاة الفجر، هيخليك متحفز انك دايما تقوم تصلي الفجر. بس كده.